وداعًا لعمليات التكميم، ده شعار المرحلة اللي جاية، هل ده حقيقي والّا دي خرافة؟ الحقيقة إن في دوا دلوقتي موجود اسمه المونجارو، هو عمل صيحة في عالم التخسيس دون اللجوء لعمليات جراحية. طيب الدوا ده بيشتغل إزاي أو كان إيه الميكانيزم بتاعه؟ هو كان المفترض إنه بيعالج type 2 diabetes، لكن خلال أو النوع التاني من السكر، خلال معالجته للسكر أو الناس اللي بتاخده لقوا إن وزنهم بيقل وبيقل برقم كبير من حوالي 20 كيلو ل25 كيلو خلال أشهر قليلة جدا. فخلاص بقى بيستخدم دلوقتي لعلاج السكر وكمان علاج السمنة. طريقة إن الدوا ده بيتحقن حقنة تحت الجلد. إزاي أو إيه هي تركيزاته؟ تركيزه بيبدأ من 2.5 تصاعديا ل 15، وكل تركيز منهم بيفضل معانا لمدة شهر. طيب دي استخدامه او بيشتغل ازاي؟ بيشتغل على مستقبلات GLP-1 وGIP. دي عباره عن ايه؟ دي هرمونات بنستخدمها عشان نتحكم في الشهيه وتظبط مستويات السكر في الدم. طيب هل ممكن كل الناس تستخدمه ولا في يعني ناس ممكن ما ينفعش ان احنا نكتبه لها؟ بالفعل الناس اللي عندها مشاكل هضميه او مشاكل جهاز هضمي مزمن، الناس اللي بتعاني من فرط نشاط للغده الدرقيه، لا قدر الله في تاريخ عائلي لاصابات سرطان غده درقيه في العيله، دي طبعا يعني اللي بنقول دايما الشريحه دي ممنوعين من استخدامه. السلبيات او الاثار الجانبيه للمونجارو: ممكن يحصل أعراض جهاز هضمي زي الغثيان، الإمساك، الإسهال، الشعور بالزيادة أو بالامتلاء. ممكن يحصل هبوط لا قدر الله سكري، خاصة لو المريض بياخد أدوية سكر. ممكن يحصل فقدان للعضلات لو النزول كان في الوزن سريع، وما يحصلش كمان إن احنا نلتزم بالحمية الغذائية. طيب ارتفاع السعر إلى حد ما هو مرتفع نسبيا، بيحتاج دايما وصفة طبية ومتابعة مستمرة مع الطبيب.